إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوتنا إخوة الإيمان، من أمام ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نحييكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة سابقة كنتم في صحبة الزميل محمد عبد الحق، وها نحن نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم من الآن وحتى 2 من بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة. معنا من الهندسة الإذاعية الزميل متولي عبد البصير. أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أتتلمذ إذاعيا على يد الإعلامي القدير الأستاذ شحاتة العرابي، ها أنا اليوم أتشرف كذلك بأن أشاركه العمل في هذه الفترة التي يودع فيها مستمعيه ومحبيه وزملائه، ويودع هذا الميكروفون المكرم، ميكروفون إذاعة القرآن الكريم، حيث بلغ اليوم حفظه الله السن القانونية للتقاعد إلى المعاش، بعد أن أدى دوره بكل جد وتفان وإخلاص في خدمة هذا المكان وهذا المنبر. وأدعو نفسي وحضراتكم للدعاء له بحياة قادمة ملؤها التوفيق والرضا والسعادة والبركة في العمر وفي الصحة وفي الأولاد، على أن يستمر عطاؤه في خدمة دينه وخدمة وطنه وخدمة مجتمعه. واسمحوا لي أن أترك له الميكروفون الآن للزميل الأستاذ شحاتة العرابي لنبدأ مع حضراتكم فقرات هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشكر الزميل فوزي عبد المقصود المذيع النابه بإذاعة القرآن الكريم على هذه المقدمات الطيبة، وجزاه الله خير الجزاء. وبداية ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا، رجالها ونساءها، شعبها وجيشها. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. ونبدأ بهذه القصيدة عرفانا لهذا البلد الذي نشأنا عليه وتربينا ونهلنا من خيراته الكثير، ونقول: قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. هذه الحضارة معجزات في الورى، عقم الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز، فكان خير نزيل. والنيل يتبع وحي منشئ قطره كالطير حين الوحي عام الفيل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، ميلي بتيه يا كنانة ميلي. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح
وإن جهدت سبيلي. يا مصر يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل.